رائعة في احتفال الشعب المغربي والمغاربة الكل وملك المغرب بالفريق المغربي الذي عاد إلى أرضه وإلى دياره. احتفالات غير مسبوقة بعد وصول المغرب للدور نصف نهائي لكأس العالم، وصولها للمغرب كذلك البارح كان محضر تحضيرات بروتوكولية كبيرة. زياد ونجيب تونجيكم بعد. عبد الستار، فما نقطة أنت تعرفها وهي نقطة البروتوكول اللي هو مهم، جلبت الانتباه، نظافة الشوارع بربي اللي يتفرجوا فينا من العالم أجمع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ولا مش بونتا متاع سيجارو. تفرج نظافة في الطريق للقصر الملكي وفي الدورة في السنتر فيل متاع المغرب. على العموم كانت منظمة، فما شوية شماريخ لكن عادي ما نحكيو على كرة. عبد الستار، هذه يلزمها ناس متاع بروتوكول كاسحين. هو البروتوكول في المغرب عنده قيمة كبيرة من أصل الدنيا. داير يقولوا معناها البروتوكول لو بلو لور، معناها أكثر بروتوكول عنده قوي هو البروتوكول المغربي من عهد الله يرحمه الجلالة الحسن الثاني، والبروتوكول وثيق معناها تعرف عندهم وزارة كاملة خاصة بالأمر هذا، معناها مش مدير بروتوكول، عندهم وزارة التشريفات والأوسمة والقصور الملكية، وزارة كاملة. وعادة الوزير يكون من أمراء، أمير من الأمراء. معناها آخر وزير كبير للوزارة هي هو مولاي إدريس العلوي اللي هو كان معناها أمير سان برانس معناها، ويشرف على الوزارة هذه. وبالطبيعة نظافة برشا ناس ريت قالوا نظافة بالمناسبة. المغرب نظيفة مقارنة برشا بلدان اخرين، مقارنة بتونس خلينا نقولوها وغيرها نظيفة برشا بالحق نظيفة. وما نحكيش على المدن الكبرى مثلا الرباط وكذا، نمشيو لتطوان، نمشيو شفشاون، نمشيو للمدن الصغيرة تشوفوا النظافة اللي موجودة فيها. ثم انه الرباط هي المدينة الإدارية للتذكير، هي المدينة على العموم هي العاصمة الإدارية أقل كثافة سكانية مثلا من مقارنة كازا مثلا اللي هي لكن مثلا فما برشا ناس مثلا يتفكروا فاس في الثمانينات. فاس مثلا كانت مدينة مسخة لدرجة أنه كانوا يقولوا فاس عمرها ما جاها والي بقيمتها، لكن كانوا يمشيها طريقة وتشوفوا فاس كيفاش ولات من ناحية النظافة والترتيب وكل شيء. نجيب، كان جاء الفريق المغربي يعني ماهوش متصالح مع كل الجاليه المغربيه، لانه احنا ركزنا برشا برجع نحكيو عليه شويه بتفصيل، نعاودوا نشوفوا الصور الجميله. صحيح وانه المغرب كونت مراكز، عملت مراكز تكوين وكل، لكن كذلك جزء كبير من الفريق المغربي يا اما مولود في اسبانيا ولا مولود في بلجيكا ولا مولود في هولندا ولا فرنسا، هذيك بطبيعه الحال. وقت الانتصار هذا الكل تنسى بالطبيعه، لانهم هما دافعوا على العلم بتاع المغرب، ومعناتها وبار معناتها التطور الفني وهما لعبوا بالجرينتا معناتها والشعب المغربي حس بيه الشيء هذا، معناتها لعبوا على الدراب بالجرينتا. انا اللي لاحظته مراد اللي المغرب تعرف تسوق الروح بالضبط. كانت يتذكروا المستمعين الكل فاك الوليد اللي تحت في الحفره ذيك، والناس كل العالم الكل تقريبا يستنى متى الطفل وها وصلت له الانقاذ ما وصلتلوش وكذا. مرة أخرى معناتها المغرب في كأس العالم تعرف تسوق الروح وتعرف تبيع. المغرب معناتها اليوم يلزم العالم العربي والدول الكل تتعلم من المغرب التسويق، لأن هي العملية كيفاش تبيع الشيء بتاعك البيع. الصورة اليوم نحن نحكيه في تونس في البلاتو بتاعنا على نظافة شوارع المغرب، لولا الحدث والقرار الملك بتاع الاستقبال والبروتوكول العمل وكذا راهو هذا ما حكيناش. معناتها لهنا ترويج، لانه المغرب ماشيه في السياحه معناتها بلد سياحي بامتياز. اليوم المغرب مره اخرى تعرف تسوق الروح. يلزم نتعلموا الاكاديميه مراد في الاكاديميه تنرجعوا نحكيوا عليها بعد. خلينا نقعدوا في البعد الاحتفالي. زياد ما جلب الانتباه تقريبا الكل، نظافه شوارع، استقبال الملك للامهات نرجعوا نحكيهم بعد. وعندي نقطه مهمه جدا جلبت الانتباه مع عبد الستار ومعاكم. وشوفوا كنظافه معناها اغزر الصوره هذيك اللي يتفرجوا فينا تنجم تكون في لندرا، خذاوك الكار نتاع الانجليز، تحضير تنسيق وما يسمى بالبراند نيشن. معناها هذوما ناس يخدموا على الماركه البراند نتاع المغرب. أنا نحب نذكر أنه في المغرب عرش المكين عمره أكثر من 1200 عام.
وهو يحكم باستمرار في البلاد هذه. من اروع المشاهد. وحصل له ان اخطا، وحصل له كذلك انه راهو سجن معارضين وما كانش فما حريه تعبير. لا، ما باش ما نكونوش في الصوره، ما يقولوش علينا نسوقوا في صوره غير حقيقيه للمغرب. كاي نظام نتاع حكم وكاي فهمتني سلطه، لكن كمنظومه فهمتني حكم هو عرش مكين عمره اكثر من 1200 سنه. دوك من الطبيعي جدا انه تلقى عنده بروتوكول بهالرضاج هذا وبهالكفاءة هذه وبهالقدرة هذه. نحكي من هذه الزاوية. واحد. اثنين، الاستقبال اللي تم في القصر الملكي بالرباط للاعبين مع أمهاتهم، وتكريم الأمهات مع اللاعبين، والبروتوكول الذي حظيوا به بروتوكول بتاع استقبالات رسمية. ثم فرقة بتاع عزف ملكي كانت في استقبالهم في الباحة بتاع القصر، وكان في مقدمة المستقبلين الملك محمد السادس ولي العهد ابنه حسن، وكذلك شقيقه الامير رشيد. 30 ثانيه عبد الستار، فريمون 30 ثانيه على القصر الملكي المغربي. القصر اللي صارت فيه قصر الرباط هو واحد من القصور نتاع المدن الخمسه الملكيه، خاطر لي فيل امبيريال اللي تسميو يعتبر قصر حديث بارابور للقصر فاس والا القصر مراكش. احدث شويه لكن قديم، يعني بمعنى انه يرجع على الاقل 300 سنه، كنقول حديثه عنده 300 سنه، في اجنحه جديده زاد. وكنقول قصر الملكي حاجه طريفه جدا، راهو هو مركب كامل يحاط بسور كاني مدينه صغيره. وللعلم ان ماضي 3 نتاع الصباح تنجم تشق حدائق قصر الملكي، تدخل بعد خاطر تجي في وسط البلاد في الرباط، مش تتعدى من أجدال الى الجهه الاخرى من احياء الرباط. محلول معناها محلول بين القصر بين الحدائق محلول، وتشق الحدائق نتاع القصر. ماكش تتعدى في القصر بيدو، الحدائق نتاع فما المدرسه المولويه وفما المخزن الشريف وفما برشا مؤسسات في القصر، بناءات في ثانيه كبيره تقول انت بما فيهم القصر. فتشق الحديقه حدائق قصر تشقهم، حد ما يمنعك، فما العساس والحرس والامن وكل، اما تتعدى على روحك ما يقلقك حد. مراد في التصويره بتاع الامهات معناتها اللي هن نربطوها بكاس العالم بقطر وترويج معناتها الحضاره العربيه الاسلاميه وجنرال، معناتها لان كان نشوف حتى في التصويره اللي فيها كلها تقريبا 99% من الامهات متدينات، معناتها لابسين الوحده تبين معناتها الاصول العربيه الاسلاميه بتاعهم. اقل شويه خاطر الصوره على اليسار فما نساء بلاش حجاب ونقاب. تو الصوره اللي نشوفوا فيها الاغلبيه معناتها الاغلبيه، ولهنا امتداد اللي عملته قطر في الافتتاح بتاع كاس العالم اللي عملت له قطر معناتها وترويج الثقافه العربيه. وتكمل كلامك نجاح تام 100%. حتى البارح داير اللي يتبعوا اللاعبين المغاربه حتى صوره قديمه صديقاتي معناها البنات قال كلوك محليهم الاولاد نتاع المغاربه. لا جاو باش نقول لكم علاش، باش نجيك نقطتين على البروتوكول. اول حاجه دخلوا بسبادري، دخلوا بكوستيوم سبادري اليطاليين اللي هي ولات حاجه معناها مقبوله. ما كانش يقابلوا الملك لبس كرافات، وهذا كانت فيه نقطة. والنقطة الأهم اللي لاحظوها أصدقاء المغرب هو أنه الملك لا طلب لا من الملاعبية ولا من الأمهات أنه يبوسلوا يده، كلهم باسوا الكتف، أنه ما باسوا، وفما حتى شكون ما باسش الكتف. شو المغزى عبد الستار؟ لا هو جو نقول لك، هو الله يذكره بالخير ملي تولى العرش قال ما عادش لازمه، ولكن صارت. ولكن رينا الصور كي يمشي في زيارات سياسيه في بلدان المغرب. ما عادش لازمه، كانت وقت الحسن الثاني لازمه، ما عادش لازمه، بمعنى انه اللي قبل اليد بخاطره واللي ما قبلش هو يمد يده كما قال سيدي مصطفى ما مدش يده، هو يمد يده يسلم، واللي يقلب اليد يطبس يبوسها باسه، اللي كب عليه معناه نقولوا احنا كبان معناه بس بوسان الكتف كب عليه، واللي صافح ومشى على روحه صافح ومشى على روحه، ما عادش يطالب معناه ما عادش فرض معناه مش مفروضه. ولذا فما مع ناس معينه يفك يده، مع ناس يفك يده معناه يجيو حتى يبوسوا له يده يفكها. والأنظمة الملكية جيران كيما محمد بن سلمان في السعودية ولا ملك المغرب فما تطور في السلوكيات اون جينيرال. معناتها محمد بن سلمان طور ما ماشي في تطور في بتاع السعودية. لهنا الملك بتاع المغرب زاد ماشي لأن الدنيا بدلت وتطور وفهمني وتو العالم الكل ولا قرية والعولمة وكذا.
معناتها اللي يعطيهم الصحه. معناتها شوف الفكره اللي تروج بتاع استقبال بامهات، لانهم تقريبا متزوجين الملاعبين نسبة كبيرة أي. معناتها اول مره في تاريخ يستقبل بامهات اللاعبين مش بالعائلات بتاع اللاعبين. معناتها عندها مغزى منها معناتها لترويجها. فهم كل شيء الملك، فهم وانه الانستغرام والانترنت الامهات نتاع عمل عليه ضربت الصوره، ضربت جابهم للقصر، لبس الكرافات، الرباط نظافه، تقولش علينا في لندن نجاح مبهر، قوه اتصاليه، فريق اتصالي قوي. هذه القوة فهمتني وين؟ هو الفريق مهما كانت عبقريته الشخص، راهو قيمة الشخص هم في الناس اللي حوله والناس اللي معاه. وهذا من وقت الحسن الثاني من الطبيعي جدا لما تنتدب افضل الكفاءات وتحطهم فهمتي معاك باش يقدموا لك الاضافه ويعطوك الصوره والمكانه اللي ترتفع بك. احنا نجحنا في يوم كان يوما حزينا وكان يوما كمان افتخرنا به. نعتبر انا اخر يوم نجحت فيه تونس باش تسوق صوره وكما العاده ما بنيناش عليها، اللي كانت يوم وفاه الباجي قايد سبسي والسيريموني هذيك الرائعه اللي كانت رائعه 25 جويلية 2019. وطبعا ما بنيناش عليها بالضبط. الصوره هذيك قعدت يوم يتيم واعطينا دليلا، وان كان طبعا يوم حزين لانه وفاه شخصيه سياسيه بارزه، ولكن اعطينا دليل وقتها انه وقت اللي نحبه. نعم تونس تخرج نظيفة، تونس تخرج جميلة، الإخراج التلفزي يكون جميل، التنظيم يكون محكم. علاش؟ خاطر وقتها كان ثم فريق، ولو حتى الفريق هذاك ما خدمش حاجة كبيرة. مراد في اتكاد 10 ثواني في اتكاد معناتها النظافة أما ما اعطيني ابار نجاح، لانه ابار نجاح في الاتفاقات. معناتها نحكي كجمال المدينه والنظافه بتاع المدينه وكذا. معناتها كي نحبوا نعملوا نعم. هي ما خرجناهيش الصوره، ما ظهرتش، ما عطاتش، ما تباعتش. حبيت نذكر انه ما زلنا 21 ديسمبر 2022 في تونس معنا